هذا حرام لا يجوز، خطأ. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث قدسي هذا. ولي الله هذا تحارب أمرك محارب من ربك، فلا تنتصر أبدا. عرف بأنك محارب من الله، الله يحاربك. أقل شيء إذا ما تبعت العلماء لا تسبهم، خليهم. أما تسبهم وتهينهم وتحتقرهم وتقول الكلام الجارح فيهم، هذا يؤدي بك إلى الهلاك، لا تدري كيف يكون الهلاك. ربما تموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. هلا هم في خدمة الدين. إن الله يغضب لوليه كما يغضب الليث لجروه. الليث يغضب لجروه لولده الأساد أكثر ما يغضب لنفسه. ربما لا يوالي بك، لكن تعديت على أولاده تهلك. فيغضب الله لا يغضب لنفسه، يسبوه عباده. قالوا فقير، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يسبوه يوميا. سمعوا السب لله سبحانه وتعالى ولدين الله، وما يعجل لهم بالعقوبة. لكن إذا تسب أولياء الله ما وش كيف ولا أنا خلقك، هو اللي خلقك هكذا نقص ذليل حقير لا يبالي بك، والسب لا يصير له شيء. أما العبد ضعيف ما يتحملش، هذا يغضب الله بالنيابة له. الغضب اللي يغضبه هو يغضب له مولانا، إن الله يغضب لوليه كما يغضب لليث لجروه. الحذار من التطاول على العلماء، تبعهم ولا خليهم، هم في خدمة الدين. كذلك هذا معروف عند الناس. إنسان ما قد لا يبالي بك إذا أذيته، لكن إذا أذيت أولاده يسمح لك؟ لا، ما يسمح لك. هؤلاء العلماء في خدمة دين الله، فكيف تؤذيهم؟ لا تؤذيهم لا ظاهرا ولا باطنا، وإلا أهلكت نفسك. واقتفاء آثارهم، اتباع آثارهم ولو بالاعتراف، أقل شيء الاعتراف. أنا مقصر، وما الله يعاونهم، الله يجزيهم والله يخلصهم، قاموا بالدين. هذا أقل شيء، اقتفاء الآثار، اتباع الآثار، أقل شيء بالاعتراف، اعترف بهم. إذا ما قدرت تسبحهم، أما أن تسبهم وأن تعترض عليهم فلا. نعم.